شخصيات فنية وإعلامية بارزة بتناقش وبتدردش وبتتحدث عن مسيرتها المهنية وعن أهم المحطات اللي طبعتها وطبعت حياتها بحوار أسبوعي ضمن برنامج بلا كلفة بموسمه السادس. راجع عبابي تيعيد الحكي، بحيث من كتابي صفحات البكي، الورد اللي بيروح بيبقى عطره معه، بعدك بالروح صوتك عم بسمعه، لأنه ما بحياتنا رح يكون لقائنا مع الناس فيه كلفة. انطروني مع أسعد حطاب الجمعة 6:30 المساء على صوت المدى. وسام بريدي. لا شك أنه منذ إطلالته الأولى على شاشة التلفزيون بعمر مبكر نوعا ما، حفر ضيفي له مكانة خاصة جدا بعالم الإعلام المرئي وبقلب المشاهد العربي مش بس اللبناني. وبعد 15 سنة تقريبا بعالم الإعلام، ضيف اليوم برهن قديه هو مطلوب ومحبوب من خلال تنقله من شاشة لأخرى وتعاقده مع العديد منها. وعند ذكر الرقم 15، لا شك انه سنة 2015 يلي ودعناها من كم اسبوع، هيدي السنة ما كانت الأحب على قلبه لأنه فيها خسر الكثير، ولكن بعلمه الشخصي أو من دون علمه ضيف الإعلامي علم الكتار من متتبعيه على الوسائل تبع التواصل الاجتماعي وبمحيطه، علمهم الإيمان والصبر والابتسام والصمود والتفاؤل بالرغم من كل مصائب الدنيا. وأنا منهم، أنا من يلي وبصمت بتعلم من ضيفي يلي من كل قلبي هلا عبالي اقول له اهلا وسهلا فيه باستوديوهات صوت المدى لاول مره. اهلا وسهلا فيك، وانا بشكرك على هالمقدمه. وانا مؤخرا تعرفت عليك اسعد، كنت بعرفك من خلال الصوت وتشرفت اني تعرفت على انسان كمان بيحمل جزء كبير، يعني للاسف بطلنا عم نشوفه كتير من الناس، هي الانسانيه. أنا بدي أقول لك شكرا وسام، وبدي أقول لك ما عم نبخر لبعض، بس أنا بحبك كتير. ليش الكلام الحق لازم يتقال والناس تبخير، ولكن صرنا بنزعل اليوم وبنتعب من إنه كتير من الناس عم نطلب منهم الشيء اللي لازم يكون موجود ببديهية جدا، وهي إنسانيتنا، لأنه نحن عم نفقدها يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. أساوي لا شك انه المحبة موجودة، وهي الخميرة يلي على اساسها لازم نشتغل كل شيء. اول سؤال بحب اطرحه عليك وسام، وهو سؤال ثابت بالبرنامج: كيفك؟ بلا لبس كفوف من دون كلفة، يمكن ما عبالك تعري روحك لدرجة انه يفوتوا المستمعين على اكثر الخبايا البعاد بقلبك، انما كيفك بهالايام؟ ليك تعرف حلو هذا السؤال، لانه دايما الإنسان عنده طلعات ونزلات بحياته وعنده مطبات. كيفك إذا بتنسأل لإلي ببداية 2016 بقول لك إنه الحياة بتقسى بمطرح وبتدعس عليك بمطرح، ولكن الأهم من هذا كله إنك تعرف تقلها إنه أنا أقوى من إنه اندعس، لأنه دايما اللي عنده برجع بحب أربط قوة الحياة والاستمرارية بالإيمان، لأنه قوة الإيمان هي القوة الأكبر اللي أعطانا إياها ربنا كرمال نقدر نستمر بهذه الحياة. فمشان هيك إذا بتقلي كيفك اليوم بقول لك على المستوى الإنساني كإنسان لحاله بعيد عن إيمانه ضعيف، ولكن كيفني مع إيماني بقول لك قوي. هذا بدي أسأله لوسام بريدي: لما الواحد يتسلح هالقد بإيمان قوي وطبعا بيكون عنده إياه، إنما يمكن بأوقات الشدة الواحد بحاجة لنوع من مرفأ الأمان. أنت من وقت وفاة عصام، هلا كنت بدي أقول لك على فكرة كنت بدي أقول لك وسام، من وقت وفاة الراحل عصام لا شك إنه بين على العلن قد إيمانك قوي. هل هي كانت بالنسبة لك هالبويه يلي نحن وعم نغرق بحاجة إنه نتمسك فيها تما نبلع مي ونختنق، أو
الظروف إذا في يقول يلي قطعت فيها هي اللي فورته لهالإيمان وطلع على سطح المي. لك إيماننا أنا وعصام ما راح أحكي عن حالي بس ثابت ومتين من الأساس. الفرق إنه بهالمرحلة اللي مرينا فيها ظهر للناس، وظهوره للناس كان قدام موقف كتير صعب، قدام موقف جارح، قدام موقف ممكن يدمر. ولكن لأنه بعرف كتير منيح لو كان عصام محلي كيف كان رح يتصرف بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، لأنه ربينا على نفس المبادئ، ربينا على قوة هالإيمان اللي أهلنا عطيونا إياه من خلال عيش حياتنا كل يوم. يعني أنا بقول إنه في فرق كتير كبير بين المؤمن والمتدين. المؤمن هو الإنسان اللي بيعيش حياته بصلاة. المتدين هو اللي بيعيش حياته بيصلي. يعني أنا اليوم بعيش حياتي بعمل اللي بدي إياه، في عندي هالساعتين إجا وقت الصلاة فيهم بروح بصلي، واجب يعني. هذا الواجب. ولكن المؤمن هو الإنسان اللي بيعيش حياته بصلاة بكل ثانية بكل لحظة بحياته. عصام كان عايش حياته بصلاة، مشان هيك محبة الناس كانت كتير كبيرة له، مشان هيك وداع الناس له كان كتير كبير، مشان هيك لتاريخ اليوم بعد 9 أشهر عصام موجود بقلوب الناس، موجود براسهم، موجود بصور وبيناتهم، موجود بكل لحظة. يعني ما عم تقدر الناس إنها تنسى هالإنسان من راسه، لأنه كان يعيش حياته بصلاة، كان يعيش حياته بين الناس بمحبة، وهذا اللي ربينا عليه. وربنا وقتها بحب إنسان بحبب الناس فيه طبعا. فهذا اللي بقول لك إيه، إنه نحن اللي ظهر على الوجه هو، وإذا بدنا نعتبره هو البوال اللي نحن اللي كان بدي ما أبلع مي فيه، هو السلام الداخلي اللي كان موجود نتيجة إيمان. يعني إذا بتسألني سؤال اليوم بقول لك الله يعين الإنسان اللي ما عنده إيمان وبتقسى عليه الحياة، لأنه ممكن يفقد هو حياته كمان، ممكن يفقد جزء كتير كبير من الشيء اللي بناله بهالحياة، لأنه هالقساوة اللي ممكن تقساها عليك ما في شيء بيقدر يعوضك عنها إلا روحانيتك، إلا إيمانك. الهشاش اللي فيك، يعني كنت عم بتقلي إنه أوقات الحياة بتقسى، أوقات بتكون لينة، أوقات كلنا عنا نزلات، بنرجع بنطلع بصعوبة منها، بنرجع أوقات نتسلق جبال. تعرف شغلة، الإنسان قوي لحاله، الناس أيام بتتعب أكتر ما بتساعد. رح نوصل لهيدا الشيء. يعني الإنسان أنا بقول عنه ومخلوق بس لحاله، وقت بيكون عم يلعب وان من شو بيقدر يقوي حاله، بيقدر يساعد حاله، وبيقدر بمطرح كتير مهم إنه يوقف وقفة ويقول أنا هيك بدي أعمل. بس أيام كتير الناس بتظلمه، الناس ما بتفهمه، الناس ما بتعرف هو شو عم بيجرب ايه بمطرح من المطارح. بالوقت ذاته كمان بتلاقي إنه في كتير من الناس اللي بالمطرح اللي بيلاقوك عم تغرق مستعدين يمدوا ايدهم وتطلع، وفي ناس مستعدين يحطوا ايدهم على راسك. قديش سمحت لكتار يمكن يمدوا لهم ايدك او يمدوا لك ايدهم؟ عفوا هيك بدي اقول شغله، قديش كنت سولو؟ بدي اقول لك شغله، البرفورمينج سولو اللي كانت موجوده عند وسام هي اللي انا ربيت عليها. بس صدقني باللي صار معنا كتير من الناس، يعني جزء كتير كبير من الناس اللي بنعرفهم واللي ما بنعرفهم لهم دين علي، لأنه هالمحبة وهالسبورت اللي اجاني من كتير من الأشخاص اللي تعرفوا على وسام يمكن بهذه اللحظة ما ممكن تقدر تنساه بالحياة. وأنا بقول إنه ربنا أشياء هذه الظروف إنها تقطع معنا بحياتنا، وأشياء إنه نقدر نكون قوية فيها، وقوية مش بس بوسام، لأنه أنا دايما بفكر بكل لحظة بأمي ببي بأختي يلي هن يمكن بيطلعوا بيشوفوا إنه في أمل مطرح من المطارح بالشيء اللي أنا قدرت إني أبني عليه، ولكن هن اللي الأساس، وهن اللي كل يوم نحن بأحاديثنا وبقعدتنا مع بعض بيكون عم نبني على هالفكرة، عم نبني على إنه عصام موجود معنا بكل لحظة. الأديان السماوية كلها أجمعت إنه نحن ما بنعرف إمتى بنغادر هيدي الحياة. الأهم من هيدا كله أسعد إن نكون جاهزين، لأنه نهار اللي بتجي هيدي اللحظة ما فينا نطلب من ربنا وقت زيادة. هيدي اللحظة اجت، قد ايه نحن جاهزين للقاء معه، قد ايه نحن بنكون قطعنا هالحياة بطريقة صحيحة. يعني في كتير ناس ممكن يقولوا اليوم، بحب هيك وجهها لكثير من الشباب والصبايا اللي بيعتبروا انه
في عندهم علامات استفهام كتيرة على مستوى الروحي، على مستوى حياتهم الروحية. أنا بقول لهم شغلة وحدة، السؤال الوحيد اللي أنا برأيي ربنا حيطرحه علينا هو قديش حبينا بحياتنا. صحيح. قديش حبيت بحياتك هو السؤال الوحيد، مش أنت مين بالدين وأنت وين ديانتك. لا، أنت كل إنسان عنده وزن بهالحياة. في ناس عندها وزنة، في ناس عندهم وزنتين، عندهم 3، عندهم 4، عندهم 5. لازم يتحلوا بالحكمة ليطوروها للوزن 100%. بس السؤال الوحيد، يعني ما حدا يقنعني إنه هالأم اللي شو ما كانت ديانتها، اللي عم بتربي ابنها على المحبة، على الإيمان، على التواضع، على محبة الآخر، ربنا رح يقول لها شو كانت ديانتك؟ لا، رح يقول لها قديش حبيتي بحياتك. قديش حبيتي بحياتك هي السؤال الأساسي رح ينطرح على كل واحد منا، لأنه مجرد وجود المحبة رح يكون موجود الله، والله هو محبة. صحيح. قديش اليوم تحكي لعصام قصص يمكن وجها لوجه ما كنت تتجرأ تحكيها، يعني قديش هو حاضر بحياتك هلا لدرجة انك انت بعدك بتسيره بتبحله بأسرارك اذا بدك، ولأي درجة بتقول قوة اللامرئي دايما تطغى على نحن طبيعتنا البشرية، ونقول خي انه منا وجها لوجه زدت له هالشغلتين يلي لو كان بوجب وملموس ومحسوس ما كنت استرجعت له اياهم. ليك ولا لحظة فكرت لأنه أنا وعصام حياتنا كانت شفافة مع بعض، يعني كنا شخصين منصهران. يعني 33 سنة عشناهم مع بعض، ما كنا بنفترق الا باللحظات اللي انا بكون مسافر فيها او هو مسافر فيها. فما كان في كثير من الشفافيه، كثير من الوضوح، لانه مش بس هو عنده شغل وانا عندي شغلي، عندنا شغل مشترك مع بعضنا، عندنا حياه مشتركه، بعدنا عايشين كنا مع اهلنا بنفس البيت، بنفس الاوضه، بنفس الحياه اللي بنتشارك، يمكن الخزانه نفسها، جوارير نفسها. حياتنا كانت كتير شفافه. مشان هيك وقتها فقدت عصام اعتبرته بعده عايش بقلبي، عايش بكل لحظه انا ممكن اعملها، وراح يضله عايش بكل شيء انا عم بعمله بحياتي. لانه منيح انه لو الحياة كانت بمختلف ظروفها انها قررت تاخذني انا وتترك عصام، كان رح يتصرف بنفس الطريقة، كان رح يكون عم بيعيش وسام معه بحاله بظروفه بكل شيء. كثير من الناس اليوم بيقولوا لي انه لا انت يمكن عم تعيش حياتك وحياة، لا انا بدي اعيش هيدي الحياة، لانه نحن كنا متزامنين متلازمين بحياتنا بكل شيء، حلمنا سوا، حبينا القصص اللي نعملها سوا. انا بلاقي انه حياتنا كانت مش حياة اخوة عاديين، كانت اكثر من عادية. مشان هيك رح يكون عايش بكل لحظة، بكل ثانية، بكل تصرف، بكل نجاح عم بعمله، بكل شيء رح أعمله بهذه الحياة رح يكون له بصمة فيه. لأنه أنا عارف كتير منيح على المستوى المرئي إني أقدر أشوفه بكل لحظة بحياتي، على إنسان على المستوى الروحي يعني بيقدم لي من الحياة اللي يمكن أنا بتعب وبشقى له، بإنه عم بيكون عم بيساعد ببارت صغير منه. لأنه أنا أؤمن وأنا مقتنع إنه الناس اللي بيغادرونا فيهم هن ما يعودوا يتواصلوا معنا، بس هذا قرار منا نحن بناخده. يعني كتير من الناس وقتها بينسوا الاشخاص اللي بيغادرونا من هذه الحياه، ما بيعود في تواصل بيناتهم، بيلاقوا انه انا هالانسان عندي انج جارديان، عندي ملاك حارس، ولكن ما عم بتواصل معه، ما عم بستشيره، ما عم بحكيه، ما رح يفرض حاله علي. بس وقتها تكون عم تتواصل معه، ما ممكن هالإنسان أو هالملاك إنه ما يكون عم يتواصل معك وعم بوصل لك. هو يلي إذا في يقول عم ببلسم لك جراحك، أو إذا بدك عم بيعطيك نفحة أكسجين لما الناس بيخنقوك إراديا أو لا إراديا. في فكرة كتير حلوة كان بتأمل عم عيشها، إنه بس أنت ناس بتقول إنه الإحساس اللي بنحسه بحياتنا هو وحي من الله. وايام كثيره بنحس وبنقول لا ما بدنا نلحق احساسنا ونطلع على خطا، لانه ربنا ما بيقدر يوصل لك مسج الا من خلال الناس او من خلال احساسك. بصوره هيك كنت عم شوفها حلوه كثير، ايام بنحلم باشخاص غابوا عنا، بنشوفهم كثير حقيقيين قدامنا، بنشوفهم عم يوصلوا لنا رسائل، بنقول هذا حلم. بس بإنجيل مؤخرا كان عم ينقرا بزمن الميلاد بيقول، وهيدي بحب اني لانه الكل يؤمن بهيدي اللحظه، بلحظه بشاره العذراء، بشاره يوسف، الطلب من يوسف انه يكون واقف الى جانب العذراء، ان كنا مسلمين ولا مسيحيين نؤمن بهالصوره. بيقول له بمطرح صوره كتير حلوه، وتراءى له الملاك في الحلم، مش باليقظه. يعني ما كان واعي واجا الملاك وقال له 1 2 3، تراءى له في الحلم. وقت بيتراءى له في الحلم
يعني نحن بمطرح كتير أحلامنا وقت بحلم بعصام بلحظة عم بيقول لي شيء تكون رسالة هيدي بتكون رسالة حية، ما بتكون حلم بس لمجرد إنه أنا عم فكر بقصص معينة فحلمت بطريقة غير واقعية. وقت كانت موجودة هالصورة بالإنجيل بهالقد وضوح ما ممكن إني كذب إحساسي بمطرح وقت بكون عم بحلم بهالصورة من عيسى. فقديش هيدي الإنسان يؤمن فيها قديش بيكون عم يعرف يتواصل حقيقة مع الناس اللي بيحبهم واللي يمكن فقدهم بالجسد ولكن بالروح ما بحياته رح يفقد. فيني أسألك سؤال يمكن يزعجك يمكن لا، ما بعرف. قد هلا بهالمرحلة أو يمكن بمرحلة سابقة أو يمكن إذا بتعرف هالقد نفسك بمرحلة لاحقة قديش تتوق إلى الذهاب إلى الحياة الثانية لرؤية عصام وغير عصام، يمكن بالرغم من كل هالرسائل يلي عم بوصل لك إياها، بالرغم من هالديالوج القائم بينك وبينه باستمرار كما لو كان بعده منصهر فيك بالجسد حتى. ليك بدي أقول لك شغلة، أنا حولت وحبيت إني حول غياب عصام وانتقال عصام لحياة جديدة مع ربنا، حبيت حولها لحالة فرح مش لحالة حزن. لأنه نحن ربينا على مبادئ وربينا على تقاليد تعتبر إنه الإنسان وقت بغادر من هذه الحياة الحزن هو السيد الموقف، بالوقت اللي ثقافات أخرى تعتبر إنه الإنسان وقت بغادر هذه الحياة فرح، بيروح على الحياة في فرح، في فرح، بيحتفلوا في مطرح في ناس بيحتفلوا. يمكن نحن لأنه تعودنا على هذه المبادئ. بس أنا سألت حالي هذا السؤال قبل، أنا وعصام كنا نتناقش موضوع الموت وكنا نتناقش إنه هل نحن جاهزين ولا مش جاهزين. الموت حق على كل إنسان منا أكيد، وكل إنسان رح يوقف قدام هيدي اللحظة، بس قديه هو بيكون جاهز لهيدا اللقاء ولا نهار. يعني هيدي قبل ما تقطع معنا هالأحداث مشان هيك استحضرتها لسطح الأفكار اللي أنا كنت فيها، إنه كنا ناطرين هذا اللقاء. وأنا بقول لك كنت عم عيش حياتي أنا وعصام تنبني مستقبل، صرت هلأ عم عيش وناطر أمتى ممكن تكون هيدي اللحظة اللي نرجع نتلاقى فيها. فروحيا صدقني يعني يمكن كثير من الناس اليوم هلأ بيقولوا إنه في شيء غريب بهالأفكار اللي ممكن عم يحكي عنها، بس حقيقة وقتها بتكون عم تتعمق بإيمانك، وقتها بتكون عم تؤمن باللي بتقريه، باللي انتقلك من خلال الأنبياء، من خلال يسوع، من خلال الناس اللي تؤمن بغير يسوع، اللي تؤمن بالكتاب المقدس الإنجيل، ولا تؤمن بالاحترام واجب، المحبة واجب، وأهم من هذا كله الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أساسي، وهو اللي بيجمع هالدينين، بيجمعهم بمحبة الخالق طبعا وهو الله طبعا. يسوع المسيح وقت اجى على هذه الارض ما اجى كرمال يقلنا انا هو فقط الاله، لا، اجى علمنا صلاة وحدة، ما علمنا غيرها. قالنا لتلاميذه انتم نهار بدكم صلوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. ما علمنا انه نصلي له، علمنا انه انا جاي لايف ستايل، بدك تصير حياتك احسن، بدك تكون ابن الله حقيقة، هذا أسلوب الحياة اللي لازم تعيشه. لازم تعيشه على أنه في تأمل كنت عم بحكي فيه بلحظة هيك عم بعيشته، أنه سألت حالي نحن كتير من أيام بحياتنا أسعد بنقول أنه كل ما نشوف إنسان شرير بنقول هذا فيه شر، فيه شيطان. طب هالشيطان هو اللي تمرد على إرادة ربنا، وهو وثلث الملائكة قرر أنه يحاربه من خلال الإنسان. مين الشيطان اللي كان فيه تتمرد؟ في شيطان كان فيه هو جنون العظمة، هو الإيجو، هو النرجسية اللي عنا إياها، الغرور اللي عنا إياه. إجا فيه يسوع المسيح برسالة واحدة، إجا حبوا، تواضعوا، قدموا خدكم الأيمن، اعطوه من قلبكم، رجعوا إنسانيتكم. هذا اللي إجا يعلمه يسوع المسيح. إجا يقلنا أنا أسلوب حياة، تعيشوا هذا الأسلوب بتكونوا أبناء الله. إجا ركز على المحبة، كل إنسان بيعيشه حتى لو كان لا يعرف يسوع المسيح، اللي بيعيش المحبة وبيعيش مبادئ يسوع المسيح هو ابن الله. حلو، هيدي الصورة الحقيقية، مش فقط أنا بشو أدين. في نحن اليوم يقال إنه الخي أنت اليوم وقت بتكون مسيحي هو تيمنا بيسوع المسيح، تيمنا بهالمبادئ اللي إجا أعطيك إياها، إني أنا أؤمن بهالمبادئ إنه أنا بدي أعيشها. لو أعطاني إياها غير يسوع المسيح كنت أنتمي إليه. طبعا هيدي الصورة كتير مهمة.
الله هو الواحد، وهو اللي نؤمن فيه إن كنا مسيحيين ولا إن كنا مسلمين. الأساس من هذا كله إنه هالمحبة اللي ربنا أعطانا إياها وخلقنا بمحبة، إن نبلش ننبش على السلام الحقيقي معه. سلام إنساني ما رح نقدر نحصل عليه بهذه الأرض إذا بنشوف كل الكوارث اللي عم تصير فينا، لأنه الإنسان عم يجرب يخلق السلام منه ومن نفسه. ما رح نقدر نخلق هذا السلام إلا من نرجع حقيقة للخالق، حقيقة اللي عطانا سر السلام الحقيقي، وهو إنه يكون بكل قلب وبكل واحد فينا. قبل ما نتوقف مع الأغنية الأولى وبالشق الثاني نتطرق هيك ولو سريعا لمسيرتك المهنية، بكل كابشن لأي صورة بتنزلها وسام، خاصة مؤخرا، ما بتبلش العبارة غير بابتسم. فأنت مثلا رايح على شغلك غيرك ما عنده وظيفة، أنت بعائلة غيرك ما عنده عائلة إلى آخره. أن تحث الجميع على الابتسام وإنك دايما تبعت لهم ذبذبات إيجابية، هل يا ترى هذا الشيء بينقص من طاقتك؟ يعني أوقات لما بدنا نعمل تنقول تنفس اصطناعي لشخص عم بفارق الحياة، بنحس ظهر كل شيء في طاقة من جواتنا لحتى بور انسوفلي، لحتى نعطي الحياة للي عم بينازع. انت لما تدعي دائما للابتسام وللتفاؤل وللشكر لله، قديش هذا الشيء بياخد من طاقتك؟ او لا بيعززها يوميا انت ورايح على شغلك، انت ورايح على مقابلات، انت ورايح على تي في، انت ورايح على المطعم؟ لك الانسان مثل كباية، ضروري انك تعبيها، ما بتقدر تعبها لحالها. كل لحظة بكون عم فكر بشي بدي اكتبه، كل ما بكون انا عم بتأمل فيه، كل ما بكون انا ايام كثيرة من الاشياء اللي بكتبها بكون مش منتبه لها بحياتي، وقتها بكتبها بصير عيشها. اوكي، يعني من الصور اللي كنا هلا اذا بدك هلا بتستحضر هلا بهيدي اللحظة، فانه كنا عم نحكي عن الله. ابتسم، لانه عندك الله تعبده بالوقت اللي في ناس بعدها بتعبد البقرة. قديش نحن عن جد بنعمة حقيقية وقت تكون انت انسان تعرف الله، بس قديش عم نفقد الصورة الحقيقية لله وقتها بنختلف عليه بتفاصيل وتعابير إنسانية أو بسبب وما إلها أساس وما إلها مبادئ. المحبة هي الأساس، المحبة هي الأساس. والمحبة مش معناتها أنك تكون إنسان بدون شخصية، لا، لأنه بكلام بيقول تكونوا ودعاء كالحمام وحكماء كالحياة. يعني بدك تكون هالاثنين، ما فيك تكون يعني استخدم عقلك، ما فيك تكون اكستريميست بالحياة. صحيح، ما فيك تكون نيجاتيف لأبعد حدود أو بوزيتيف لأبعد حدود، دايما الوسط هو الأفضل. أول أغنية عبالك نسمع الليلة شو هي وليش هي بالذات؟ أنا بحب اسمعها لأنه كنت بحبها كثير عصام، وبحب يغنيها، وكنت انبسط كثير وقت يكون عم يغنيها. هي رح ألفك بالغصن يا عصام للوديع. شو بتقول لمستمعي بلا كلفة هيك بتستحضر هيك الفكرة على راسك قبل ما نسمع الأغنية؟ بليك هيدي الأغنية فيها كثير من الأحاسيس، فيها كثير من الشجن، فيها كثير من اللحظات الحلوة. كل ما بسمعها بحس بوجود ناس كثيرة موجودين حوالينا، لأنه يعني وديع الصافي الله يرحمه كان حقيقة هالإنسان اللي بيعرف من خلال صوته، من خلال لحنه، من خلال الكلمة اللي يقدمها، إنه يخليك تعيش الحالة، تعيش اللحظة، وتعيش كل ثانية بحياتك بالإيموشنز اللي أنت عندك إياهم، وبالأحاسيس اللي عندك إياها، وبالحنان اللي أنت عندك إياه. هيدي الغنية كان عصام يحبها كتير، وكان يحب يغنيها دايما، وكانت تطلع كتير حلوة منه، فبحب إني دايما أسمعها. لكن رح ألفك بالغصن يا عصفور لوديع الصافي، اختياره الأول لضيفي لليلة الإعلامي وسام بريدي. بنسمع الأغنية ونرجع نتطرق للإعلام بحياته لوسام. رح ألفك بالغصن يا عصفور بالنبعات، بزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات. رح
حلبت بالغصن يا عصفور بالورق بالفاي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بتطير يا عصفور عكوخ من وزان رويات سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الأخضر دني ظلال ظلال دني وسام، اهلا وسهلا فيك من جديد. خلينا نتطرق هيك سريعا لمسيرتك اسم الله الحافله اعلاميا. يعني بيلفتني انه عندك اسم الله مثل الاخطبوط عنده عده ايدين. انت عندك اوقات ببرنامج عم بيكون العرض تبعه على شاشتين او ثلاثه بنفس الوقت. عادة في كتير بتبقى هالقد الخس كبرانة براسهم انه بيعطوا اذا بدك حصرية لمحطة معينة وبيعملوا ديباجات لحتى ما يطلعوا على محطة تانية، لا بل اوقات ادارة المحطة يلي هن مفروض انهم يكونوا منتسبين الى بتحتم عليهم انه ما يطلعوا على شاشة تانية. شو السر بانك اولا تنقلت بمسيرتك من شاشة لاخرى 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 وبعدك على علاقة وطيدة بتخيل مع الكل؟ وكيف عم بيكون اوقات لك برنامج عم يعرض سيمultanément او بالوقت ذاته على عدة شاشات؟ يعني ليك اسعد اليوم نوعيه البرامج اللي عم كون موجود فيها هي البرامج اللي عم يكون فيها بادجت كثير كبير وانفستمنت كثير كبير، وللاسف برغم يعني بظل الظروف كلها اللي عم يعيشها وطننا العربي ما بقى في محطه قادره لحالها انها تستوعب برنامج بهالكبر، ان كان من دانسينج من الناحيه الانتاجيه، من دانسينج ل ريتنج رمضان اللي عملناه لارب كاستنج. كل هالبرامج اللي انعرضت على محطتين وثلاثه واربعه لانه ما عم تقدر محطة لحالها انها تقوم بظروف الانتاج كاملة بسبب البجي اللي بيكون موجود. هلا من على مستوى العلاقات اللي انا قدرت خلقتها، انه اليوم ما اعطيت هيدي الحصريه. يعني انا موجود اليوم مع MTV بلبنان، بعطي اذا بدك هالحصريه من خلال المطرح اللي انا موجود فيه. نعم. يعني شاءت الظروف انه كل هالبرامج اللي عم بعملها كانت عم تنعرض على محطه MTV كمان، وهذا الشيء بيريحني بمطرح، لانه يعني ظروف المهنه بطلت عم تقدر تستوعب، بطلت عم تقدر هالحصريه تكون موجوده من محطه للتانيه، لانه الحصريه إلى ظروفها وإلى مبالغها وإلى كل شيء. والله بإنتاج. فمشان هيك الظروف، يعني أنا الظروف ساعدتني إني يكون بأكثر من مطرح، وأيام هذا الشيء بيريحك، أيام ما بيريحك. أيام ما بيريحك بالعكس. شو الحد يلي بيؤلم تبع هالصيف؟ شو اللي ما بيريحك فيه؟ ليك لا، هو نحن يعني اليوم وقت بتكون بعمل مشترك عم بوصلك لكل العالم العربي. يعني اللي ما بيحضر MTV عم يحضر ابو ظبي، اللي ما عم يحضر ابو ظبي بيحضر النهار. كتير مهم. وهالكومبينيشن انا دائما عم بقدر اعملها. يعني بمصر تقريبا صار لي 4 سنين عم طل من خلال شاشه النهار، وهذا الشيء خلق لي جمهور كتير كبير بمصر، خلق لي ناس ما كانوا رح يقدروا يشوفوني من خلال محطه MTV، لانه هي شاشه محليه عم تقدر توصل عربيا، ولكن مش مثل ما بتوصل من خلال محطة مصرية أو محطة إماراتية مثل محطة أبو ظبي. فقد ما نكون في إلها سلبيات، إيجابياتها أكبر بكتير، لأنه عم تخليك يكون انتشارك أكبر، عم تخليك توصل لكل هالناس اللي برأيي أنا إذا بدك السوق العربي عم بيصير مشترك أكثر وأكثر وأكثر مع الأيام اللي نحن جايين عليها، لأنه التلفزيون عم ببلش يروح على مطرح مختلف كليا بوجود عالم الديجيتال اللي رح ياكل كثير منه على مستوى البادجت. عم بحكي. نعم. قطعت بكل إذا في يقول رح حطها بين مزدوجين كاركترات إذا بدك. يعني بوقف يا زمن كنت عم بتحاور كبار الإعلاميين والفنانين، كنت أنت إذا بدك صوت راكز إلى آخره. على الهوا سوا كنت نغش
طبعا بدانسينج مع كارلا، مزح الى اخره. اليوم شو بعد في ممكن انك تكون طمح له من خلال تقديم برنامج معين انت بعد ما قطعت فيه؟ يعني قطعت هيك بيقولوا بالفرنسي باليت دو كولور، كل شيء قطعت فيه وسام، اسم الله. يعني باليت دو كولور الناس بتحبها. لا مش غلط، لانه اليوم عم نشتغل بمهنة كتير مهمة وحساسة، وانك توصل للناس ويقدروا يتقبلوك منا سهلة، لانه عم تتعاطى مع مجموعة كبيرة من المشاهدين اللي كل واحد عنده مزاجه، كل واحد عنده طريقته كيف بيفكر تجاهك. انك يكون عندك هالتنوع، هالتلوينه، انا بلاقيها هي بلس، هي ايجابيه للشخصيه الاعلاميه. لانه اليوم وين ما انت، هذه مهنتك، وين ما لازم تنحط، لازم تكون قد المسؤوليه اللي انت عم تعطيها العبد. واعطيت الجديه لانه موجوده بشخصيتي، اعطيت المزح لانه موجوده بشخصيتي. اهم من هذا كله اللي انا بقوله لكل الناس بيكونوا موجودين وعم بيدخلوا على هذه المهنه، انك تتمتع بطبيعتك، انك ما تفقد هالشيء اللي بتعيشه مع الناس كل يوم بحياتك وكل لحظه العفويه. قصدك هالعفويه اللي هي التلفزيون بحبها والناس بتحبها، بتحب الناس انها تشوفك تشبهها. ما ممكن ان الناس تتقبل شخص ما بيشبهها، ما ممكن انها تتقبل شخص اليوم بس يعني اللي بده يقرا كتاب بيفتح كتاب وبيقرا، واللي بده يحضر تلفزيون بده يحضر تلفزيون، بده يعرف المعلومة بس مش تفرجيها انك استاذ وعم تعلمه، مش بفلسفة، لا، بطريقة غير مباشرة. انا المدرسة اللي انا بحبيتها واذا بدك تبعتها بالجزء القصير من مسيرة، انا كنت بوعالة بهذيك المرحلة، هو شخصية رياض شرارة الله يرحمه. هالانسان اللي كان بيتمتع بطيبة، بيتمتع باخلاق حلوة، بيتمتع بثقافة كتير كبيرة، ولا نهار فرض حاله على الناس. بالعكس كان ينزل عند الناس ويبين منه انه فيه انت يقدر يوصل لانه يكونوا متقبلينه. من كتير مجموعة من البرامج ولا نهار رياض شرارة اجى فرجى الناس انه انا بعرف اكثر منكم، تعرف لإلك، وبتعرف ايمتى بدك تستخدم هيدي المعلومات، تتشاركها مع الناس بدون ما تفرجي الناس انه انا بعرف اكثر منك او انت بتعرف اكثر مني. هيدي المدرسة انا برأيي هي اللي بيحبها التلفزيون، وهي بتحبها الشاشة وبيحبها المشاهد، لأنه نهار اللي راح تبين إنك مصطنع، نهار راح تبين إنك ما بتشبه حالك، الناس دغري بتكشفك. يعني يصير في ريموت كنترول موجودة بإيدهم للمشاهدين، فيهم ساعة اللي بدهم بغيروا الشاشة. بعد أراب كاستنج شو يعني بتعرف هلا 2016 بلشت في أراب كاستنج بده يرجع ينعمل بإذن الله، ريتنج رمضان عم نرجع نشتغل عليه لشهر رمضان، وكمان في دانسينج موجود. فبعد هلا اذا بدك ما طورت اذا الافكار اللي عم نشتغل عليها كرمال اطرح شيء جديد لعندي، طول ما فيها البرامج هي قدرت تستمر ورح نكفي فيهم. فان شاء الله يعني بس يجي وقت نكون عم نحضر لهم وعم نشتغل عليه ان شاء الله. هل من مشاريعك كنت بودك لو بتقوم فيها مع عصام والظروف ما سمحت؟ من الظروف يعني بما انكم اثنيناتكم تحت الاضواء وبالميديا يعني الا ما كان صحيح. يكون في اي شيء ممكن انه نحن كان عندنا شركه انتاج مشتركه انا وعصام عاملينها ومؤسسينها، كان الهدف منها انه نبلش نشتغل دراما. والظروف اللي صارت خلت انه كل شيء يوقف، وكنا اخذين قرار اذا بدك هيك. انا بيني وبين حالي انه اليوم عصام انا مقدم برامج واعلامي، وعصام بمجال التمثيل بالوقت اللي انا كمان بلشت بالتمثيل قبل ما ابدا بتقديم البرامج. كنت اخذ قرار انه انا ما بدي ادخل مجال التمثيل طول ما عصام موجود بهذا المجال. اليوم بحس انه هيدي الصورة عم تتغير، لانه بحب بهذا المطرح اني ارجع فرجي صورة ولو باعمال بتنعرض علي دايما، يعني بكون بعالم التمثيل. يعني نفهم انه انعرض عليك دايما بينعرض باسعد. فانا اخذت قرار السنة ب 2016 اني جهز حالي. يعني اليوم ما بتعرف امتى بتجي الفرصة لعمل يكون كبير، فبلشت جهز حالي تشوف انا وين موجود، انا وين موقعي، هل انا قادر اوقف قدام
كبار الأشخاص بهالمجال وأقدر أكون على مستوى واحد. هذا اللي عم جرب اكتشفه من خلال التريننج، من خلال القصص اللي عم برجع بعملها، كرمال أشوف وين أنا موعي، لأنه ما بحب عادة إني فوت بمطرح منه ملعبي وما بلاقيه ملعبي. لانه انا اليوم اذا بتقول لي عندك برنامج بالصين، بقول لك انا جاهز حتى لو كان بالصين اطلع اعمله، بس بملعب منه ملعبي بمجال التمثيل هلا بدي اني احضر حالي قبل ما اعرف وين رايح. عم تعمل اتوليه تمثيل. اكزاكتلي يعني كنا كنت بلشتها مع عصام بالاتوليه اللي كان عم يعملوه، هلا عم فيها مع هلا بالكاسيك معك او لا بالجامعه بالكاسيك. السؤال هل حرص يلي من قبلك لانه عم بتشوف انه في دخلاء كثير على عالم التمثيل ما عبوا محلهم، في منهم نجحوا وافلحوا وفي منهم لا؟ ليك مجال التمثيل مجال واسع جدا، او الشخصيه اللي بقدر العبها انا يمكن انت ما بتقدر تلعبها والعكس صحيح. مشان هيك اللي بفلتر بعالم التمثيل هو المشاهد، هو الاستمراريه، وهو قديش انت بتقدر توصل لهالناس بطريقه انك يعني عصام اليوم كثير من الاعمال اللي عملها ما كان شخص قاعد على الشاشه دائما وعنده بطولات مطلقه، لا، عمل واحد واللي خلى الناس تاخذ بصمه كثير كبيره. عصام هو ادم محور، عمل واحد بيكفي انه يدخلك على قلوب الناس مش بحاجه بالكميه، النوعيه هي اللي بتدخلك لعند الناس. فمشان هيك قد ما يكون في دخلاء او غير دخلاء، ما بحب سميهم دخلاء، انا بحب سميهم ناس عم بيجربوا بالاخر الناس تخليك يا تكفي يا تنسحب وتكون بمجال تاني. نعم، مضطرين نوقف وقفه تانية. وسام، وقفة غنائية تانية. انت كنت قلت لي يعني نقي غنيتين، غنية بتعبر عن الماضي وغنية بتعبر عن الحاضر. بس صراحة الماضي عبرتها برحل فقلوب، بس حاضري ولا قدرت تلاقي غنية ممكن تشبه الحاضر اللي أنا موجود فيه، أكثر من إنه هيك. هذه مرة كنت أنا وفنان توني حنا بحلقة، وبيقول لي هيك عطرتي لي حلوة كتير، بتقول كل ما يصيبني هدية منك يا الله، إذا الأوجاع سمرتني. يعني هيدي هيك كنت عم فكر فيها، لقيت إنه هيدي ممكن تشبه الحاضر من دون مثالية، بتشبه الحاضر اللي احنا عم نعيشه، بتشبه الحاضر اللي أنا عم أعيشه، لأنه أنا قدرت أقبل هيدي الهدية، قدرت أقبل إنه أنا مش قادر أغير شيء، قادر إني أعيش مع هالحالة اللي فرضتها الحياة علي بإيمان وبإنه أكون عندي هالرجاء، وهذا الرجاء هو اللي بيخليني أكون واثق إنه عصام بأحضان الآب. مشان هيك هلا إذا بتقلي شوية بقول لك هيدا غنيمة كل ما يصيبني هدية منك يا الله هو اختياره الثاني والأخير لوسام قبل ما نتطرق لمجموعة الأسئلة بآخر الحلقة، فبنسمع سوا. إذا الأوجاع سمرتني وصرت حليف الألم، إذا الغيوم راودتني وزارني اليأس والسأم، سجدت أصلي أتمتم بالسر كل ما يصيبني هدية منك يا الله، كل ما يصيبني هدية منك يا الله، إذا أدمعت عيوني وغاب عني ضوء النهار، إذا تكسرت غصوني ولست من ذاتي بالفرار، سجدت أصلي أتمتم بالسر كل ما يصيبني هدية منك يا الله. وسام بريدي، أهلا وسهلا فيك للمرة الأخيرة.
خليني أطرح عليك كم سؤال بدي الجواب عليهم بإيجاز لو سمحت. أوكي. أولا، هل أنت مع أو ضد الزواج المدني الاختياري وليش؟ أنا مع ليش؟ الزواج المدني الاختياري، ولكن لازم يكون ملتزم مع زواج الديني. ليه؟ لأنه لرمزيته فقط، مش جوهره ورق والقلم. لأنه اليوم وقتها الزواج هو عهد، وقتها بتكون عم تعمل هالوقعة العهد قدام الشيخ أو قدام الكاهن بالكنيسة، عم تعمل هيدا العهد قدام الله. يعني ما عم تتخبى بالقانون، عم تكون واسع، عم توقف قدام ربنا وتقول له أنا أخذت هذا القرار بهالحياة وبتمنى أنك تعطيني بركتك. بارك هالسر. ما نكون عم نفكر بالموضوع برمزية فقط دينية. رمزيته هي عهد أمام الله. يعني أنا وقتها بدي أقول قدام الله أنا هالمرأة رح أخذها زوجي لإلي، رح أهتم فيها، رح خليها تكون عايشة حياة سعيدة، رح أبني عائلة حلوة أنا وياها، فيني أعمله قدام القاضي بزواج مدني. ولكن الزواج المدني بيبقى بالنسبة لإلي كرمال قصص دنيوية، ولكن الزواج الروحي هو عهد أمام الله. مشان هيك بحب إنه اثنين يكونوا موجودين ويكون الخيار للإنسان. ولكن إذا بتسألني لإلي، أنا بروح على الزواج اللي ممكن يكون من الاثنين، لأنه بالمدني يكون عم روح على الناس الدنيوية، إذا بدك على الأمور الدنيوية اللي ممكن تعطيني حقوق أو تعطي حقوق، ولكن العهد هو عهد أمام الله، لا مش ممكن يكون أمام إنسان. فكرة الزواج هي إنك ليش بتقول قدام الكاهن نعم، قدام الشيخ نعم، قدام القاضي بتقول هيدي النعم. هون بدك تختار مين الرمزية اللي أنت بدك تقول قدامها النعم. صحيح. وهب الأعضاء مع أو ضد؟ 100%. ليه؟ لأنه قديش أنت بمطرح بتكون عم بتساهم إنك تعيد الأمل لأشخاص كانوا فاقدينه بالوقت اللي الأعضاء اللي بتكون بجسم الإنسان وقتها بتغادرها الروح ترفض إنها ترجع عليها. فمشان هيك إذا بتقدر إنها تخليها تكون عايشة وعم بتساهم ببناء حياة جديدة لأشخاص كانوا فاقدين الأمل، أنا مع 100%. فليكن 2016 بتقول أنا بالمرصاد إلك لأنه، وال2015 بتقول أورفوار إميرسي. 2016 أنا بالمرصاد لأنه ما بقى في شيء بيهزني. يعني بعد اللي عملته 2015 شو ما صار، أنا بالنسبة لي رح يكون أخف وقعا من السنة اللي مرت. نعم. بالحياة في حكم، ولا شك أنه حسب الظروف، حسب كيف واعيين إلى آخره. اليوم شو حكمتك بالحياة اللي بتجيك تلقائيا؟ ليك في كتير من الحكم اللي أنا أؤمن فيهم، ولكن عودة الإنسان، يعني لا يمكن للإنسان إنه يحصل على السلام الحقيقي بهالحياة إلا إذا رجع لإنسانيته. الإنسانية هي أساس بناء السلام. إنسانيتنا اليوم عم نفقد كتير منها بأنه من أبسط الأمور أسعد. اليوم إذا بنطلع على التلفزيون فينا نكون قاعدين بجلسة بقلب البيت، نشوف ناس عم تنقتل قدامنا على التلفزيون، بثواني نشوفه ونرجع نكفي حديثنا. الإنسان عم يفقد إنسانيته، عم يفقد وجوده بالوقت اللي نحن بأكثر حاجة إن نرجع لهالإنسانية. من القصص اللي كتير ألمتني بمرحلة قطعت، لأنه كنا بكتاب التاريخ نتعلم ونقرأ عن مجاعات، نقرأ عن ناس بيموتوا بحروب، كنا نقول مش معقول ترجع تصير ليه، شو كانوا بدائيين. اليوم عم نرجع نعيش هيدي الظروف. ما عم بقدر استوعب انه نحن بال2016 بعد هيدي الظروف عم نعيشها مثل كأنه عم نقريها بكتاب التاريخ على عصور كنا بنعتبرها انها عصور بدائية. صحيح. اليوم بس توقف قدام المراية وسام، مين بتشوف بالحاضر؟ ما كتير قادر اشوف. الرؤية يعني جربت اتخيل حالي قدام المراية، ما كتير قدرت اشوف. ليه؟ لانه انا عم برجع كون اذا بدك
يعني عشت 33 سنة بحالي وانتهت هذيك الحالة. في حالة جديدة عم تتكون، ما بعرف وين ممكن تاخذني، ولكن بعرف انه فيها سلام اكثر. فيها سلام أكثر. قديش في خوف بحياتك بالرغم من وجود هالإيمان الكبير اللي عندك؟ خوفي مش على حالي، خوفي على الناس اللي حوالي، خوفي على أهلي، يمكن خوفي على الأشخاص اللي بحبهم، مش خوف على حالي. أنا مسلم كل شيء، ما عندي مانع بأي شيء، ولكن بخاف على الجرح اللي حسيت فيه واللي حسوا فيه اللي حوالي، بخاف إنه يرجع يتكرر على اللي حوالي. هذا شيء طبيعي. توقف إذا بدك وقفة يومية مع حالك، وإذا بدك مثل كل شخص أوقات بتوعى مزاجك رايق أوقات لا، إنما شو ما كانت الحالة اللي أنت واعي فيها، شو ما كانت الظروف اللي أنت قاطع فيهم بهيدا النهار، آخرة الليل قبل ما تغمض عيونك شو بتعمل؟ كمحطة ثابتة إذا بدك وسام من يومياتك. ليك محطة ثابتة، يعني أنا عادة قبل ما أنهي نهاري بيكون عندي أكثر ما هي تكرار لمجموعة من الكلمات. لا أنا اللي بعيشه بكل ليلة وبكل نهار أني هيك برجع بشوف كل القصص اللي بتمر معي، وبفكر إنه شو اللي ممكن إننا نعمله يقدر يساهم بمطرح إنه يغير شيء عند حدا. لأنه أحلى نعمة يعني أنا عشتها بتاريخ حياتنا كلها، إنك اليوم بتفرح بالعطاء اللي أنت بتعطيه، وقتها بتلاقي إنك عم ترسم ابتسامة جديدة على ناس يمكن فقدوا الأمل بإنه يرجعوا يبتسموا. فدايما بفكر إنه ربنا يعطيني على إني أقدر حاول إني ساعد إني أخلي ناس ترجع تبتسم من جديد، خلي ناس ترجع تشوف إنه الحياة فيها أمل. لأنه أنا بعتبر إنه الإنسان هو اللي طور الحياة وخليها تصير بشعة، ونحن اللي قادرين نرجع نخلي الحياة تصير حلوة. حلو. بتوافق إنه في أشخاص بفكروا إنه مثلا هلأ أنت عم تعمل جهد لحتى تخلي شفاف يبتسموا، لحتى تخلي قلوب تفرح، بتوافق على يعني عم تشتغل على الموضوع بالنهاية؟ ليك عم بشتغل عبالي هالشي اللي أنا عم بحسه من جوا تحسه الناس. هي عبالي إني اللي عم عيشه من جوا إنه يعيشه كل حدا، وكل حدا بيعيشه مش معناتها لازم يعيشه بنفس الظروف اللي أنا بعيشها. المحبة هي الأساس. يعني من الصور هيك نحن بعيد ما أنطونيوس بيقول شغلة كتير حلوة: أنا لا أخاف الله لأني أحبه. حلو. فالله هو محبة. يعني قديه حلوة هالصورة إنه أنا ما بخاف من الله لأني بحبه. مش معقول إنسان بتحبه تخاف منه. قديه حلوة هالصورة وبتجتمع بين وجود الله ووجود المحبة. كتير مهمة وأساسية، كتير مهمة عن جد. عبالي إنه توصل هالفكرة إنه ما يعتبر كل إنسان إنه قربه من الله هو بواجبات معينة. قربك بالله هو إنه تعيش حياتك بصلاة، تعيش حياتك بصلاة، أفعالك اليومية بأفعالك اليومية اللي بتدخل فيها المحبة. بس هيدا المطلوب منا. إنك اليوم وقت بتشوف حدا عم يغرق إنك تمد إيدك مش تخليه تدعس عليه تيغرق زيادة. حتى وقت كنت عم تشتغل، وقت عم تعطي، وقت بتطلع بزميل لإلك إذا فشل مش تنبسط له بفشله، لأنه وقت بتنجحه بتنجح أنت وياه، وقت بتساهم بنجاحه بتنجح أنت وياه. أهم شغلة اليوم عم بيعيشوها العالم إنه صرنا بننبسط وقت بنلاقي حدا عم يغرق، صرنا بننبسط وقت بنلاقي حدا عم يفشل، صرنا بننبسط وقت بنلاقي حدا انطرد من شغله. يعني قديش نحن وصلنا لمرحلة إنه ما بقى عنا جزء من ethics، من مبادئ، من أخلاقيات ممكن نعيشها بحياتنا، عم نفقدها كل لحظة بلحظة. كثير مهم إن نرجع لهذه الصورة. كثير مهم إن نرجع ما نكون فقط مثاليين بالحديث، إن نكون عم نعيشها حقيقة، لأنه هذا هو السلام الحقيقي، هذا هو السعادة الحقيقية اللي بترجع بتلاقيها كل يوم بمطرح. بتلاقي إنه قد ما تنبش على سعادة بالمال وبالجاه وبالقصص اللي بتعملها ما بتعطيك سعادة. بتوصل إنه عملت كل شيء، بتوصل بالليل تلاقي حالك حزنان تعبان، ظهرت ورحنا وجينا وشفنا فراغ. وين السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية إن نرجع لإنسانيتنا، نرجع نكون ناس، نرجع نكون بشر. مش نشوف ختيار قاعد تحت السقعة ماشي على الطريق نطلع نبرم وجنا عليه. صرنا اليوم تشوف قديش عم نفقد إنسانيتنا، صرنا منمثل العالم كلها ببعضها.
انه صرنا مين ما بنشوفه على الطريق يمكن متضايق او محتاج بنحطهم بنفس الخانه انه هو كذابين ونصابين. اخي لا، مش مزبوط انه الكل كذاب ونصاب. ما فينا كمان هالمطرح ان نشوه له صورته بانه لا، في ناس حقيقه عايزين، في ناس حقيقه مجبورين يوقفوا هذه الوقفه بحياتهم، مجبورين ان نحن نوقف حدهم. مش مطلوب منا نعمل شيء، مطلوب ان بس نوقف حدهم يحسوا انه في حدا حدي، في حدا موجود، في حدا حدي. ما رح يطلبوا منك شيء، صحيح، بس رح يطلبوا انك تكون موجود حد. كلمة النهائية اليوم. انت خلقان سنة 81 82. قد ايه عمرك الفعلي هلا جواتك؟ بكل صراحة، بين حكمة وألم وفرح ونضوج الإيماني كلهم على بعضهم هيك إذا بتحطهم كل وحدة على حدا بصحن بالميزان، قديش بيعملوا مجموع عمرك؟ ليك أنا بفصل بين الجسد والروح. الروح ما بحياتها بتكبر، وهي اللي أكتر شيء بتكبر. اوف حلو. يعني ما بحياتها بتكبر لأنه فيك توصل يكون عمرك 70 سنة وعبالك تعيش اللي بتعيشه ب20 سنة، بس جسمك ما بيطاوعك. الناس جاهزة إنها تسمع، جاهزة إنها تسمع لأنه شافت موقف إنسان بظروف حطته الحياة قدامها كيف تصرف معها. هيدي ظروف كان ممكن تقطع مع حيلا إنسان، ولكن الأهم من هيدا كله هي مش الظرف اللي بنقطع فيه بحياتنا، هي كيف إننا نعالج هيدا الظرف وإننا كيف نبني منه كرمال يكون حياة لآخرين. أنا بقول لك شغلة، كان ممكن تكون حياتنا نحن كعائلة محطمة أكثر بكتير من هيك، لأنه اللي فقدناه بهالعائلة منه إنسان عادي. اللي فقدناه بهالعائلة مثل ما الناس حبته ببيتنا كان زينة، وكان مزين هالبيت بفرح وبإنرجي وبطاقة كتير حلوة. نحن حولناه من إنسان فقدناه بالجسد لإنسان كسبناه بالروح، موجود معنا بكل لحظة. عيدنا عيد الميلاد وكنا عم نفرح في هالعيد، رح أعيد معه بكل لحظة بكل ثانية بحياتي، لأنه العيد هو لقاء، وكل ما عبالنا ان نلتقى نحن وياه لازم نكون عم نعيش العيد بفرح. كل انسان فقد حبيب، كل انسان فقد خي، كل انسان فقد ام، فقد بي. اماني انكم انتم تتواصلوا معهم لانه هن جاهزين كونوا على هالاتصال. تواصلوا معهم بتحسوا فيهم، ما رح تتواصلوا معهم ما رح تحسوا فيهم ولا لحظة بحياتكم. وسام بريدي، شكرا على اللقاء، شكرا على كلماتك، شكرا راف نكت، شكرا لكل المستمعين. بلتقى فيكم الله راد الأسبوع المقبل مع ضيف جديد. إلى اللقاء.